عاجل سمعدوي انفجار قوي في دمشق ويجري التأكد من طبيعته. وتحليق لطيران الاحتلال الإسرائيلي في أجواء القنيطرة جنوب سوريا. وطائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي. وغارتان للاحتلال الإسرائيلي تستهدفان اللواء 75 قرب الكسوة بريف دمشق. والاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة سلح الطير وسرايا الصرع ولواء 91 بمحيط الكسوة بريف دمشق. والأمن العام يقبض على أبرز المسؤولين عن مجزرة التضامن كامل عباس المعروف بارتكابه لجرائم اغتصاب للنساء. وتحليق لطيران الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مثلث الموت شمالي درعا. وتركيا في ردها على تصريحات إسرائيل بالأمس تقول: الهجمات الإسرائيلية على دول المنطقة تجعلها أكبر تهديد للأمن القومي ومزعزعة للاستقرار في المنطقة وتعزز الفوضى والإرهاب. يجب أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي من سوريا وتتوقف عن الإضرار بجهود الاستقرار هناك. التصريحات الاستفزازية التي يطلقها الوزراء الإسرائيليون تجاه بلادنا تعكس الحالة النفسية التي يعيشونها وكذلك السياسات العدوانية والتوسعية التي تنتجها حكومتهم. يجب أن نتساءل: لماذا تنزعج إسرائيل من التطورات في سوريا ولبنان التي تحمل وعدا كبيرا بالسلام والاستقرار والازدهار في منطقتنا والتي يدعمها العالم أجمع؟